السلام عليكم. ردا على سؤال فكرة الخراطيم التنقيط اللي بين النخل وبعضه. أنا دلوقتي فردت خط الخراطيم، حاطط عليه نخلتين، حاطط عليه ثلاثة، حاطط عليه أربع نخلات. هل الخرطوم بين النخلة والنخلة لازم نغطيه برمل أو مش لازم نغطيه؟ الحقيقة بالتجربة إنه يعني العمر الافتراضي للخراطيم، لو أنا مع افتراض إن أنا جايب نوعية خراطيم كويسة وضمان من شركة محترمة، الحقيقة مفيش أي فرق في عمر إن الخرطوم، سواء حضرتك غطيته برمل أو دفنته في الرمل يعني، أو سبته مكشوف. في كلتا الحالتين، سواء ما دام حضرتك جايب خرطوم من شركه محترمه وليها ضمان، على الاقل خلينا في ضمان 5 سنين، في النخيل دايما بنحب الضمان ال5 سنين. حضرتك الخرطوم بيعيش، ما عندكش فيه مشكله خالص، سواء دفنته في الرمل او يعني سبته مكشوف. لان الحقيقه فكره تغطيه الخراطيم بالرمل فكرة مكلفة جدا وعمالة وشغلانة. حضرتك بس ممكن تثبت لو المناطق اللي فيها ريح شديدة شوية، بنثبت بس الخرطوم حتة صغيرة كده منه، يعني نثبتها جنب الفسيلة بحيث ان هو ما يتحركش من بره الجورة. لو احنا عاملين جورة للنخل، لان في بعض المناطق المفتوحة جدا ما بيعملوش جورة، لان ممكن يعملوا جورة النهاردة الصبح تتردم اخر اليوم. فبالتالي في بعض المناطق، خاصة في مناطق زي سيوة، مناطق مفتوحة جدا وفيها هواء جامد جدا، فبالتالي ما بيعملوش جوار اصلا. في كل الاحوال انا بحاول اثبت قدر الامكان الخرطوم قريب من الفسيله ومش ملاصق لجسم الفسيله مباشره، يعني يبعد عنها مثلا شبر كده او حاجه، بحيث انه دايما احافظ على الميه جوه الجوره، او سواء من غير جوره بحافظ على المنطقه المحيطه بالفسيله رطبه. لكن فكره ان انا اردم المسافه بين النخله والنخل اللي هي 7 8 متر على حسب حضرتك زارع كام في كام، ان انا اردم كل المساحات دي اردم على الخرطوم، الحقيقه ده بدون فايده خالص. شكرا جزيلا.